يا مساء الستر والرضا والسعادة على كل اللي بيسمعونا. أهلا بيكم في حلقة جديدة وحكاية تهم كل بيت. النهاردة مش هنتكلم عن مرض، احنا هنتكلم عن صاحب ساعات بيبقى رخم وساعات بيبقى هادي. المهم احنا نعرف نتعامل معاه ازاي. هنتكلم عن السكر وازاي نعيش حياتنا طول بعرض واحنا مطمنين. بصوا يا جماعة، عشان نغلب السكر لازم نفهمه. السكر ده عامل زي الضيف اللي بيحب يدلع، لو أكرمته بزيادة يركب ويدلدل رجليه، ولو عرفت أصوله يمشي معاك مية مية. المشكلة كلها في الأنسولين، المفتاح اللي بيفتح خلايا جسمنا عشان تاخد الطاقة. لما المفتاح ده بيصدي أو يقل، السكر بيتحبس في الدم، وهنا تبدأ المشاكل. تعالوا بقى للجد، ايه اللي بيزعل السكر ويخليه يثور؟ اول حاجة السكر الابيض عدونا الاول. الحلويات الشرقية اللي بتدوب في البق دي قنبلة موقوتة. ثاني حاجة الدقيق الابيض، الفينو، القرص، المعجنات، كل ده بيتحول لسكر في ثانية. ثالث حاجة المشروبات الغازية والعصائر المعلبة، دي سموم مستخبية في طعم حلو، بلاش منها خالص لو نقدر. في حاجات تانية ممكن ناكلها بس بالهداوة، يعني بحساب. النشويات، الرز والمكرونة والعيش البلدي ناكلهم، ايوه طبعا، بس بالكمية، يعني ربع رغيف في الوجبة او 4 معالق رز، ويا ريت يكون رز بسمتي او مسلوق. الفاكهة جميلة بس فيه انواع غدارة، المانجو، العنب، التين والبلح، دول فيهم سكر عالي قوي، بلاش نكتر منهم. يعني ثمرة واحدة في اليوم من التفاح او الجوافة او الكيوي، دول اصدقاء السكر. نيجي بقى للأكل اللي يخلي سكرك مسطرة. الخضروات الورقية، جرجير، فجل، خس، دي بتعمل غلاف للمعدة وتخلي السكر يمتص ببطء. البروتين، سمك مشوي، فراخ مسلوقة، تونة، بيض، البروتين ده هو اللي بيبني الجسم ومبيأثرش على السكر. البقوليات، الفول حبيب المصريين، والعدس بس من غير سمنة كتير، القرفة والجنزبيل. المشروبات دي بتساعد الجسم يحرق السكر أحسن بكتير. يا جماعة، السكر بيخاف من الحركة، مش لازم تروح تجري ماراثون. التمشية الهادية نص ساعة بس كل يوم، كأنك بتنظف الشرايين من السكر الزيادة. الرياضة بتخلي عضلاتك تسحب السكر ده وتفتته وتريح البنكرياس الغلبان اللي شغال ليل نهار. لازم تعرفوا ان النرفزة بتعلي السكر اكتر من الاكل. الزعل بيخلي الجسم يفرز هرمونات بتعطل الانسولين، فارضوا واستهدوا بالله. وكمان المية، اشربوا مية كتير، المية بتغسل الكلى وبتخفف تركيز السكر في الدم. تعالوا بقى ندخل المطبخ ونشوف الكنوز اللي ربنا خلقها لينا وبتحافظ على سكرنا مسطرة. اول بطل معانا الخضروات الورقية يا جماعة، الجرجير، الفجل، الخس، السبانخ والملوخية، بس من غير تقلية تقيلة. الحاجات دي فيها الياف. الالياف دي بتعمل ايه؟ بتعمل زي فلتر في المعدة، بتخلي السكر يدخل الدم بالراحة، مش هجوم مرة واحدة، فالسكر يفضل ثابت ومظبوط. البطل التاني البروتينات الصافية، السمك المشوي يا جماله، الفراخ المسلوقة او المشوية، واللحمة الحمراء من غير دهن. البروتين ده هو اللي بيبني العضلات ومبيخليش السكر يعلى شعرة واحدة كلها وانتم مطمنين، بس بلاش القلي في الزيت الكتير. البطل الثالث البقوليات حبيبة المصريين، الفول المدمس والعدس والفاصوليا البيضاء، دي برضو ألياف وبروتين نباتي ممتاز،
بتشبع جدا لفترة طويلة، فمش هتحتاج تنقنق في حلويات بعدها. بس نصيحة، بلاش ناكل معاها عيش كتير، نغمز بالراحة. البطل الرابع الدهون الصحية زي زيت الزيتون والمكسرات، بس تكون نية مش محمصة بملح. شوحة لوز صغيرة أو معلقة زيت زيتون على السلطة بتخلي الجسم يحس بالرضا والشبع، وبتحمي القلب والشرايين. البطل الخامس القرفة والجنزبيل. المشروبات دي سحر. القرفة بالذات بتخلي الخلايا تصحصح وتفتح الباب للأنسولين يدخل السكر، كأنها مفتاح سحري للمفصلات المصدية. البطل السادس الزبادي واللبن الرايب، جميل جدا للهضم وبيريح المعدة، ومفيد جدا لو خدناه كوجبة خفيفة بالليل، بيخلي سكر الصبح يطلع ممتاز. شفتوا؟ الأكل المفيد كتير جدا وطعمه حلو كمان. الموضوع مش حرمان، الموضوع شطارة. اختاري صح وكلي بالهداوة وجسمك هيشكرك. نيجي بقى يا جماعة للفقرة اللي لازم نفتح فيها عينينا كويس، فقرة الممنوعات. الحاجات اللي السكر بيعشقها بس هي بتكره جسمنا. أول عدو لينا السكر الأبيض الصريح، ده بقى السم الناعم، معلقة سكر في الشاي، الحلويات الشرقية اللي غرقانة عسل، البسبوسة، الكنافة، القطايف. الحاجات دي بتدخل الدم زي الصاروخ، بتخلي السكر ينط نطة مرعبة ويتعب البنكرياس جدا. يا ريت نبدلها بسكر دايت او نمنعها خالص لو نقدر. العدو التاني الدقيق الابيض والمخبوزات، العيش الفينو، الكرواسون، الباتيه والبيتزا. الدقيق الابيض ده ملوش اي لازمة للجسم، ده بيتحول لسكر في ثانية اول ما يدخل بقك، وبيرفع السكر جدا ويخليك تجوع بسرعة. يا ريت نستبدله بالعيش البلدي اللي بالردة او عيش الشوفان. العدو الثالث المشروبات الغازية والعصائر المعلبة، دي كارثة مستخبية في ازازة فيها كمية سكر متتخيلهاش. وحتى العصائر الفريش اللي بنحط لها سكر بلاش منها. كل الثمرة زي ما هي بأليافها احسن بكتير. العدو الرابع المقليات والدهون المهدرجة، البطاطس المقلية، الطعمية اللي غرقانة زيت، الفراخ البروستد. الزيوت دي بتعمل التهابات في الجسم وبتخلي الخلايا مش قادرة تستقبل الأنسولين، فالسكر يفضل محبوس في الدم برا. العدو الخامس اللحوم المصنعة، اللانشون، السوسيس والبرجر الجاهز. الحاجات دي فيها مواد حافظة ونشويات مستخبية وأملاح عالية جدا، بتأذي الضغط والسكر مع بعض. بلاش منها خالص وخلينا في اللحمة البلدي المضمونة. العدو السادس الفواكه الغدارة. أنا عارفة إن الفاكهة حلوة، بس المانجو، العنب، التين والبلح دول فيهم سكر عالي جدا. لو نفسك راحت لهم يبقى فص واحد أو ثمرة واحدة بالعافية، وبلاش عصير أبدا. يا جماعة الممنوعات دي مش تعجيز، دي حماية. احنا بنقفل الباب قدام التعب عشان نفتح باب الصحة. فكر في صحتك قبل ما تمد ايدك على الحاجات دي، جسمك أمانة عندك. وصلنا بقى يا جماعة لمنطقة الذكاء. الأكل اللي مسموح لنا ناكله بس ايه؟ بالعدد. يعني مش ممنوع، بس لو كترت منه السكر هيزعل ويقلب وشه. أول حاجة في المنطقة دي النشويات المعقدة، الرز والمكرونة والعيش البلدي. الحاجات دي طاقة للجسم، بس لو كلت طبق رز كبير السكر هيعلى. الحل ايه؟ 4 أو 5 معالق رز بالظبط، او ربع رغيف بلدي فيه ردة. الكمية دي بتشبعك وتديك طاقة من غير ما تأذي البنكرياس.
تاني حاجة الفواكه المسكرة، المانجو، العنب، التين والبلح. انا عارفة ان ريحتهم بتجنن، بس السكر فيهم عالي قوي. لو نفسك راحت ليهم خدي ثمرة واحدة بس في اليوم، او فصين مانجو بالعدد، كأنك بتدوقي الطعم بس عشان السكر ميضربش منك. تالت حاجة المكسرات المحمصة، اللوز والبندق وعين الجمل، دي مفيدة جدا وفيها أوميجا 3، بس فيها سعرات عالية، ولو مملحة بتعلي الضغط. خدي كبشة ايد صغيرة، يعني حوالي 5 أو 6 حبات كوجبة خفيفة تسندك، مش أكتر من كده. رابع حاجة البطاطس والبطاطا، نشويات طبيعية وجميلة، بس برضو بتتحول لسكر. لو هتاكلي بطاطس يبقى مسلوقة أو مشوية في الفرن، ونبعد تماما عن المقلية، وحتة صغيرة منها تكفي جدا. خامس حاجة الألبان كاملة الدسم، اللبن والقشطة والجبنة الرومي، طعمها يجنن، بس الدهون اللي فيها بتخلي الجسم يقاوم الأنسولين. نفسك فيها خدي معلقة صغيرة أو خرطة جبنة صغيرة جدا، وبلاش كل يوم. شفتوا يا جماعة؟ السر كله في كلمة واحدة، الاعتدال. كل اللي نفسك فيه بس بالراحة وبالعدد. خلى طبقك دايما نصه سلطة والربع بروتين، والربع الأخير هو اللي فيه النشويات دي. كده هتشبع وتستمتع، وسكرك هيفضل يحبك. وصلنا لآخر حكايتنا النهاردة. يا رب تكون الحلقة خفيفة على قلوبكم، وزي ما شفتوا الموضوع مش حرب، الموضوع صداقة. صالح جسمك وصالح سكرك، وهتلاقي الدنيا بقت أحلى وأبسط بكتير. وقبل ما نمشي مفيش أجمل من إننا نرفع إيدينا لربنا ونقول يا رب يا شافي يا عافي، نسألك ببركة وفضل هذه الأيام إنك تمن بالشفاء على كل مريض. يا رب ارفع عنا التعب، وبارك لنا في صحتنا، وقوي أبداننا. اللهم اجعل سكرنا مضبوطا، وقلوبنا راضية، وبيوتنا مستورة. يا رب لا تحرمنا من لذة الصحة، ولا تجعلنا نحتاج لغيرك. اللهم اشف أمهاتنا وآباءنا وكل غالي على قلوبنا، واحفظنا من كل سوء ومن كل داء، واجعل أيامنا كلها سكينة ورضا وستر. دمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.